قبل لا تاكلونها تفكروا بيها. شايف انت شلون جنابك الرمان بيها؟ شلون مرتبه الحبات اللي بيها؟ عجيب الترتيب. ناس رايح على يمنه وناس على يسره وناس منتجه مصفطه، فالتصفيط عجيب. فالقرآن الكريم يقول انظروا إلى ثمره، روحوا له تفكروا في خلقها. هذا اللي كل وحدة من ذا الحبايات صفطها هنا وانطاها المواد العضوية اللي تسويها بهذا الطعم وبهذا الجمال وبهذا الترتيب، هذا ما ناسيك. وما كان ربك نسيا. تفكر ساعة خير من عبادة كذا سنة. زين. فالنص يقول لها طلع نضيد رزقا للعباد. لما اجوا العلماء بحثوا في مفردة العباد والعبيد ما سقطوا على قاعدة يمكن أنه يتكى عليها، لأنه تارة نجد العباد مع خواص المؤمنين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، في حين نجد العباد تارة مع أتعس الخلق. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تأسرفوا على أنفسهم أكثر من الذنوب. فتارة العباد تطلق على الجيدين بالمرتبة الأعلى والسيئين كذلك، وعبيد عامة. العبيد تأتي للخير وغير الخير، أيضا تسمى عبيد. وما ربك بظلام للعبيد. إذن رزقا للعباد وأحيينا به أي بالمطر، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقلنا ممكن تمطر الدنيا يوم القيامة ونطلع نخضر من جديد، ترجع لنا أرواحنا إلى الحساب. هذا الدليل الثاني. انتهى الدليل الثاني. العيد الدليل الأول نتكلم في موضوع ما هو الدليل على وجود الحياة بعد الموت. فصلنا بالدرس الماضي الدليل الأول وهو قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منه. اليوم فصلنا، أو الدرس الماضي أيضا فصلنا، اليوم إعادة، أنه الدليل الثاني هو المطر إذا سقط على الأرض الميتة دبت بها الحياة، فكذلك القادر أنه يعيد الخلق مرة ثانية. الدليل الثالث هو دليل قصصي في قوله تبارك وتعالى كذبت قبلهم 8 أقوام، عدد بصابعك. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. 8 أقوام ذكرهم مكذبين. يقول له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، يقول له ترى يعني هم مشكلتهم مو لأن أنت اجيت، أي واحد نبي غيرك يجي نفس المشكلة تبغى، ماكو بد مشكلة. يعني باعتراضهم على السماء صح، هم عندهم مشكلة. بعض مثلا بني أمية بني سفيان كذا عندهم مشكلة وشخص النبي، ولكنه إجمالا مشكلتهم مع الله عز وجل. زين، يعني لو جاءه النبي آخر كانت مشكلة أكبر. زين، فقال لك كذبت قبلهم، مو بس قومك كذبوك، كذبت قبلهم قوم نوح وأقوام كثر. راح نعطيك 8 أمثلة حتى تشوف القضية، تدرك هذول الموضوع كأنما متواصلين، واحد يوصل الثاني بالموضوع. خلينا نشوف من هذول الأقوام 8 وشنو ربطها بموضوع الحياة بعد الموت. القوم الأول قال كذبت قبلهم قوم نوح. عندك خبر قوم نوح وهم سكنوا في كوفة العراق على المشهور، وهناك في كوفة العراق أول من عبد الأصنام من دون الله عز وجل. كانت أصنام بشرية، يعني شخوص محترمين كأنما شيخ عشيرة أو فد واحد إلى فجاه بالمجتمع. بعدين لما ماتوا سووا لهم نصب، قاموا يعبدون النصب مالتهم، ومشت العبادة مالتهم من أن تطورت، صار لكل مجموعة وثن أو صنم خاص بهم. وذكر القرآن الكريم لنا مجموعة منها، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. 5 من الأصنام ذكرها القرآن الكريم عبدها قوم نوح وأهلكهم الله بالطوفان. هذا المجموعة الأولى. كذبت قبلهم قوم نوح. 2 وأصحاب الرس. أصحاب الرس كثير من الأحبة يسألون من ذول أصحاب الرس؟ أولا ما هو الرس في اللغة؟ الرس أريدك تعير لذهنك لأنه قد معلومات تحتاج شوية تدقيق.
الرس في اللغة هو البئر المحفور المغطى، هذا يسموه رس. لاحظ، إذا البير ما مغطى شو نسميه؟ نسميه بير أو نسميه جب. طبعا على الفرق، قيل الجب هي المطوية، يعني مبني دائما طابوقات أو أساس أو شيء، والجب غير المطوية. وقيل عكس، وقيل الجب هي التي بها ماء قليل، فجب الماء أي جمعه، وجمع منها ومنها فد ماء قليل يجمع في أثناء المطر، يصير فد ماء كلش قليل به فيسمى جبا، بخلاف البير اللي بها هواي ما خلاف قضية لعله ناقشناها في سورة يوسف. إذن الرس هي المغطاة، بير محفورة ومغطاة. خلينا نتفق على أولا، إذن أصحاب الرس المراد بأصحاب البئر المغطى، انتهينا منه. طيب، من هم ذولي أصحاب البئر؟ إذن أصحاب الرس يعني أصحاب البئر. من هم أصحاب الرس؟ عندنا ثلاث نظريات. النظرية الأولى قالوا هم قوم شعيب، يعني أصحاب الرس هم قوم النبي شعيب عليه السلام. طيب، نجي نقرأ النص بقراءة بسيطة للنص يتبين إن هم مو قوم شعيب. شلون؟ لاحظ مع النص ماذا يقول؟ يقول كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة منهم؟ قوم شعيب. خب ما يصير يعني نفسهم قوم شعيب تعطيني لهم تسميتين، مرة يسميهم أصحاب الرس مرة يسميهم أصحاب الأيكة بنفس الحوار، وذولاك مقدمهم على ذول الفارق ثلاث أنبياء. شنو الحكمة بالموضوع؟ إذا العلماء قالوا هذا الرأي ما يصير، إلى جمهور ولكنه المشهور خلافه. هذا الرأي الأول. إذا أصحاب الرس هم قوم شعيب، الرأي الأول وهو مردود ومحجوج. الرأي الثاني يتبناه صاحب الأمثل وجملة من المفسرين أنهم قوم كانوا في اليمامة.